بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، لازلنا في حصة أخرى من حصص التربية الإسلامية، ومن خلالها سنتمم المراجعة التي بدأناها في الحصة السالفة. إذن لنبدأ على بركة الله. أحبائي، ما اسم الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. أحسنتم، نعم جيد. وبمن أهتدي في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ أهتدي في عبادة الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم. وأهتدي به معناها أقتدي به وأتبعه في عبادة الله ربي. أعزائي، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للناس كي يستقيموا عليه، وله 5 أركان. إذن ما هي أركانه؟ أركان الإسلام 5، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الزكاة. عفوا معلمتي. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أحسنتم، جيد. أحبائي، من يقرأ لي سورة الفاتحة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم. جزاك الله خيرا. إذن أحبائي، لماذا سميت بالفاتحة؟ سميت بسورة الفاتحة لأنها فاتحة القرآن الكريم، رغم أنها ليست أول سورة نزلت في القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، جيد. أحبائي، دمتم في رعاية الرحمن، وإلى اللقاء.